إخواني أخواتي، السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحية خالصة لكل متتبعي ومتتبعات قناة مزرعة الخير. ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا غادي نضيف 3 ديال السلالات جديدة للمزرعة من خلال التفقيس ديال هذا البيض اللي كتشوفوا دابا، اللي هما 4 ديال السلالات، ولكن 3 اللي هما جديدة والرابعة ديجا كانت عندي اللي هي ديال الأسترالو. بالنسبة ل3 ديال السلالات اللي غادي نضيف للمزرعة، هما 3 ديال السلالات. السلالة الأولى ديال الأندلسي السورينية، هو اللي كتشوفوا دابا في الصورة. السلالة الثانية هي الليجورن الذهبي، والسلالة الثالثة هي نيو هامشير. هاد الصور هادو اللي شفتو بثلاثة هما صور ديال هاد الدجاج اللي انا واخد عليه هاد البيض هذا. والسلالة الرابعة اللي هي الاسترالوب، هذه ديجا كانت عندي. غير بالنسبة علاش اخترت هاد ثلاثة ديال السلالات، في البداية لان هاد الشيء هو اللي لقيته متوفر. ثاني حاجة ولا هي اهم حاجة، تقريبا هاد ثلاثة ديال السلالات زائد الاسترالوب كاملين كيمتازوا يعني بالازدواجية في الإنتاج، يعني بيض ولحم، ما عدا الليجورن الذهبي. بالنسبة للأندلسي السورينية، أنتم كما كتشوفوا الحجم ديال البيض تبارك الله، الحجم كبير، اللون ديال القشرة بيضاء. بالنسبة لليجورن الذهبي كذلك. بالنسبة للبيض ديال نيو هامشير، القشرة ديال البيض ديالو يعني بني شوية مفتوح، ولكن الحجم ديالو كبير، لان الميزه ديال نيو هامشير كيمتاز هو باللحم وحتى البيض. بغيت ندير واحد الخليط ديال واحد القطيع يكون عنده ازدواجيه في الانتاج، يعني فاش لا بغيت نفقص غادي يكون عندي الامكانيه ديال انني نخرج دجاج كيحط البيض يعني بواحد النسبه اللي هي عاليه. بالنسبه للفراج يعني كيدوزو للتسمين، يعني غادي تستافد من الناحيه ديال التكلفه ديال انك توصل واحد القطيع ديال الفراج باش تسمنو باش انا تخرجو للسوق، غادي يوفر عليك بزاف ديال التكلفه، لانه هو ديجا اصلا دجاج الاختصاص ديالو هو انه ينتج لحم، وفي نفس الوقت كتستافد من الدجاجه لانه يعطي بيض بواحد النسبه اللي هي ممتازه مقارنه مثلا بالدجاج اللي هو عادي. ثالث حاجه وحتى هي مهمه بزاف اللي هي المناعه. يعني هاد السلالات هادو بثلاثه كيمتازوا يعني بواحد المناعه قويه قادره انها تقاوم لك الامراض، خصوصا لو كنتي مازال غير في البديه. وانتم كما كتشوفوا يعني راه مازالين غير في البديه. حاولت ما امكن نختار الدجاج اللي غادي يكون عنده المناعه شويه باش يعاونك في في التربيه ديالو، بيصعبش عليك الامور، يعني لان كاينه بعض الدجاج اللي كيكون حساس وكيمرض في الصغر ديالو، كيسبب بزاف ديال المشاكل. لحقاش الدجاج فاش كيمرض في الصغر ديالو كيكون صعيب عليه انك تعالجو، ما كتكونش عنده واحد المناعه قويه. هادشي علاش اللي خلاني نختار هاد 3 ديال السلالات، وزدت ضفت عليهم السلاله اللي ديجا كانت عندي. يعني السلاله الاولى الحمد لله انا خديتها من البيضه، رجعت الدجاج، درت البيضه، وان شاء الله غادي تولي دير فلوس باش يولي الدجاج. يعني تقريبا نقول بالنسبه للسلاله ديال الاسترالوب اني حققت، وصلت للدوره الكامله. بالنسبه للعدد ديال البيض هو المجموع 72. 72 هو المجموع ديال واحد طاج في كل طاج عندي في الفقاصه. 27 بيضه ديال الاندلسي، 12 بيضه ديال ليجور، و16 بيضه ديال نيو هامشير. زيدت عليهم 17 بيضه ديال استرالو باش نكمل 72. بالنسبه لطريقه التفقيس هي اللي نوريكم دابا. انا نفقص عن طريق الفقاصه، ولكن ما غاديش نفقص غير البيض ديال الدجاج، انما عندي البيض ديال الدجاج والبيض ديال السمان. الطريقه اللي غادي نفقص بها البيض ديال الدجاج مع البيض ديال السمان هي ديجا سبق لي حطيتها في فيديو من قبل. اول حاجه كدير كتوضع البيض ديال الدجاج حتى كدوز واحد المده ديال 3 ايام، ومن بعد كتولي تحط البيض ديال السمان باش ملي كتبغي تحيد لي كاجو ودير الشبكه كيكونوا بجوج بهم واصلين النهار ديال واحد 18 بالنسبه للدجاج. وبالنسبه للسمان كتدخل مرحله حضانه فقط غير في 15 يوم. داكشي علاش خصك تسبق البيض ديال الدجاج هو الاول، ومن بعد ضيف البيض ديال السمان
هكا باش في النهار الثامن عشر غادي يفقس البيض كامل، غادي يبدا في التفقاس، سواء البيض ديال الدجاج ولا البيض ديال السمان. بالنسبة للعدد ديال البيض ديال السمان، آه، كتهز تقريبا 1000 وشي حاجة ديال البيض، معرفتش بالضبط. فاش كيكونوا لي كاجب كاملين بيهم ب5، يمكن لها توصل حتى 1200 بيضة ديال السمان. وهاد الطريقة تقريبا كنديرها ديما في كل تفقيسة، يعني كنفقس جوج ديال الأنواع ديال البيض في تفقيسة وحدة باش كنحاول نربح شوية ديال الوقت. بالنسبة للقطع ديال السمان ما كيتعطلش بزاف، يعني 40 يوم فقط كيكون واجد. يعني كيبقى لك الوقت باش توجد عاوتاني القطع ديال الدجاج. كذلك ما يمكنلكش مثلا تقدر تقضى البيض ديال باش تعمر فقاصة كاملة ديال البيض ديال الدجاج، صعيب شي شوية. هداكشي علاش مع العواشر الجاية حاولت ندير البيض ديال السمان اللي كان عندي في النية في الأول أني نفقس غير السمان. من بعد قلت لي مالا نزيد واحد سلالات حرة، نزيد نكبر بها القطع اللي عندي. وإن شاء الله نتمنوا على الخير وبالتوفيق للجميع. ان شاء الله انا فاش غادي تبان النتيجه غادي نبارطاجي معكم فيديو الكيفيه ديال الاستقبال، ونشوفوا النتيجه ديال التفقاس. وان شاء الله غادي نبارطاجي معكم معلومات اخرى بخصوص الحضانه والكيفيه ديال الاستقبال والاكل اللي ممكن تعطيه، الادويه اللي ممكن تستعمل، والتفاصيل كامله ان شاء الله غادي تكون بعد 21 يوم، ولا دابا مازال غير 18 يوم. ان شاء الله فاش تبان النتيجه غادي نبارطاجي معكم. غير ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، ونتمنى تبارطاجيو الفيديو باش يوصل اوسع نطاق الناس اللي مهتمين باش يستافدوا. وساعتكم سعيده، ونتلاقوا فيديو جديد، والسلام عليكم.